كل ترحيب بالاخوه الاعزاء، كابتن رئيس الاتحاد، الكابتن مدرب الابطال. ابتداء انا اهنيكم بصراحه بدون اي مجامله، اهنيكم على الاداء اللي قدمتوه اللي اسعد كل ابناء الشعب العراقي. فعلا عندنا منتخب نفتخر به، مستوى متصاعد من الاداء، فريق متجانس، لعب، حقق نتائج، فوز في 3 مباريات، منتخبات مهمة فاز عليها. كابتن أيمن لحد الآن هو هداف بأهدافه المهمة. هذه كرة قدم، فوز وخسارة، لكن اللي شفناه أداء مغاير. يعني حقيقة نشعر بالارتياح أنه عندنا منتخب بهذا المستوى. لذلك كل التقدير والشكر للاتحاد، للمدرب والكادر التدريبي، لكل اللاعبين الأبطال. ما صار مجال أنه نلتقي باقي الأخوة على الأداء اللي قدمتوه. اليوم احنا هذا اللقاء رسالة تأكيد على دعمنا للمنتخب، وخصوصا استحقاقاته القادمة إكمال تصفيات كأس العالم. هذا الهدف اللي ينتظره كل أبناء الشعب العراقي، وإن شاء الله يتحقق على أيديكم. وأيضا هو تأكيد على دعمنا للرياضة بشكل عام. اللي حصل من ملابسات في المؤتمر الصحفي، احنا بلد يعيش جو من حرية الرأي والتعبير، لكن البعض يسيء إلى هذه الحرية ويتصرف بشكل غير مقبول، ما يمد بصلة للعمل المهني والإعلامي. احنا فقط نأكد على اعتزازنا بوجودك مع المنتخب، ورغبتنا كمشجعين قبل أن نكون مسؤولين في وجودك مع هذه النخبة من الأبطال، حتى تستمر إن شاء الله وتحقق الهدف في الوصول إلى نهائيات كأس العالم. أبناء الشعب لحد الآن يذكرون فييرا المدرب في كأس آسيا 2007. من طبع العراقيين أنه يحبون أصدقائهم اللي يقفون معاهم ويقدمون لهم الدعم. اليوم شعبيتك أكثر من أي مدرب أجنبي تواجد في العراق، فكل التقدير لجهودك وجهود اللاعبين الأبطال. يعني فعلا حسستونا أنه عندنا منتخب بصراحة. هاي مو كلمات نريد نطيب بها خواطر، لا، هذا تقييم. يعني إذا نريد نقول لكم أكو فد أداء مو زين والله نحكي، بس أكو هفوات، أكو أخطاء موجودة، هذا بس بشكل عام عندنا منتخب. الآن المنتخب مختلف تماماً عن السنوات السابقة، وأنا أتكلم كمتابع وبشهادة كل المختصين. منتخب عنده إمكانية وفرصة أن يثبت جدارة ويكون من ضمن المنتخبات اللي تلعب في كأس العالم إن شاء الله. شكرا جزيلا سيادة الرئيس، شكرا لاستقبالك، لدعمك، لاهتمامك، لتواصلك ويانا بشكل مباشر، واللي كان له حقيقة الأثر الكبير في رفع الجانب المعنوي وتهيئة اللاعبين للدخول في هذا المحفل الكبير. أيضا الدعم الكبير اللي يلقاه المنتخب الوطني من أبناء شعبنا وجماهيرنا الوفية اللي عازت المنتخب، إن كانت في الدوحة، إن كانت في بغداد وبقية المحافظات، فبالتأكيد أنه كان له أثر. حقيقة احنا نأسف على ما حصل، يعني من خروج مبكر من دور ال16. ما كنا أنه يعني نتمنى أنه يصير اللي صار، لكن هاي كرة القدم، ويمكن احنا ما نريد نقول فقط صح. كان قرار ظالم كبير يتعرض للمنتخب الوطني بيتسبب في خسارة المنتخب، لكن أيضا هاي المباراة سيادة الرئيس فيها دروس كثيرة، وإحنا يمكن تحدثت أنا والمدرب ما يقارب الساعة في اليوم الثاني، أكثر من ساعة كنا نبحث كل الأمور أنه حتى لا نوقع في مثل هذه الأخطاء مستقبلا، ونتهيأ بشكل أفضل لاستعدادات تصفيات كأس العالم اللي راح تكون عندنا إن شاء الله في شهر آذار المقبل يوم 21. عندنا الأول الفلبين، وبعدها نسافر إلى الفلبين أيضا لإقامة مباراة ثانية يوم 26. أنا حقيقة سيادة الرئيس اجتمعت مع اللاعبين يعني برغم الحزن اللي أصابنا بعد المباراة والذهول حقيقة، لكن يمكن متابعتك واتصال
دولتك بينا، وأيضا التغريدة اللي طلعتها لأنه خلتني أفكر على الفور أنه المرحلة القادمة هي أهم من المرحلة اللي انتهت، المرحلة انتهت. فلذلك اجتمعت باللاعبين وشكرتهم على ما قدموه من إداء داخلي، لكن بنفس الوقت أنه طلبت منهم أنه يكونوا مستعدين أكثر، أنه هاي البداية الحقيقية للكرة العراقية، يجب أن نستعد لتصفيات كأس العالم. لذلك أنا أعتقد اللي صار، أكرر اعتذاري وأسفي نيابة عن الاتحاد وعن الكادر التدريبي وعن اللاعبين لدولتك ولشعبنا العراقي ولجماهيرنا، لكن احنا نوعدكم انه احنا راح الجميع يبذل كل ما يمكن لاسعاد شعب. فشكرا جزيلا سياده الرئيس. ما قصرت اخوانك اعضاء الاتحاد، موقفهم داعم، هذا كلها جهود فريق عمل. Me gustaría darle las gracias al primer ministro por el recibimiento y, como ha dicho Mr. Hernán, también por todo el apoyo que hemos recibido durante el campeonato. أحب أشكر حضرتك سيادتك طبعا على هذا الاستقبال، وأيضا بأكد على كلام كابتن عدنان، دعم حضرتك المتواصل أكيد شيء مهم جدا وعامل مساعد لنجاح الفريق. He sido deportista y sé que para los jugadores escuchar de voz del primer ministro todo el apoyo es importante, porque te sientes que el país está detrás tuyo y te está respaldando. أنا شخص رياضي وأعلم أهمية إن لاعب كرة قدم يسمع صوت رئيس الوزراء أو الدعم الحكومي، ويعلم أن الشعب بالكامل أو الدولة بالكامل تقف خلفه. Yo me siento muy orgulloso de representar para mí, ahora mismo es como si fuera un ciudadano iraquí, lo he dicho muchas veces, lo he dicho en España, lo digo aquí, para mí el representar a la selección iraquí, me siento un iraquí más. أنا طبعا فخور بتمثيل المنتخب العراق، ودايما بقول هذا الكلام لكل وسائل الإعلام في إسبانيا وفي كل مكان، إن أنا فخور بتمثيل العراق وأعتبر نفسي عراقي الجنسية. Para mí es un orgullo ver que, a pesar de la derrota, el pueblo iraquí, la federación, el gobierno, está detrás de nosotros porque ve que hay un trabajo y que se sienten orgullosos. Para nosotros es emocionante, se me ponen los pelos de gallina el saber que el pueblo iraquí está orgulloso de nosotros. أنا أعلم أن الشعب العراقي فخور بينا، ونعلم مدى مساعدة الدولة ووقوف الدولة خلف الفريق. Creo que eso, que el fútbol es una herramienta muy importante para unir al país, y creo que lo estamos consiguiendo. كرة القدم هي أحد الأشياء التي توحد الشعوب وتجعل الشعوب متحدة، وهذا ما نعمل عليه. Y lo que más me dolió desde la rueda de prensa es que al final la imagen que pueden ver desde fuera es la imagen de Irak, cuando Irak no es esa imagen. La imagen de Irak es de un pueblo hospitalario, de un pueblo que te abre los brazos, de un pueblo que te acoge. Y es lo que me dio más pena, porque yo en ningún momento me sentí amenazado ni nada. Me dio más pena por el daño que se le causa al país que por lo que me podían hacer a mí. ما أحزنني في المؤتمر الصحفي أن هذه صورة العراق كدولة العراق. العراق دولة تحتضن الجميع، ترحب بالجميع، ولكن هذه الصورة التي صدرت للعالم لم تكن صورة العراق، وهذا ما أحزنني. Estoy muy contento con mis jugadores, con la federación, con el gobierno. Esperemos que volvamos pronto, que no pase nada. أنا طبعا سعيد باللاعبين، سعيد بالاتحاد، سعيد بالدعم الحكومي والحكومة، وأتمنى أن نستمر دائما سويا. إن شاء الله. شكرا. مثل ما تفضلت، هذا التصرف لبعض الإعلاميين لا يمت بصلة للإعلام العراقي بصراحة. الإعلام العراقي فيه من الإعلاميين والصحفيين المهنيين اللي يحترمون بلدهم وحريصين دائما على عكس الصورة المشرقة الحقيقية للواقع العراقي. كل أبناء الشعب العراقي محبين للأصدقاء ويقدرون إسهاماتهم ودعمهم. هذا هو الوجه الحقيقي للعراق وبالذات للإعلاميين. كابتن ما قصرت، بارك الله فيكم. نشكرك نيابة عن اللاعبين، نشكرك على استقبالك، نشكرك على دعمك المتواصل للمنتخب العراقي وللاتحاد. تسبقوا بهذا الشيء، كنا نتمنى نوصل أبعد نقطة في البطولة. قدر الله ما شاء فعل. خضنا المجموعات من أفضل المباريات. الناس خلت ثقتها بينا كلاعبين كمنتخب عراق. فأكيد احنا حزينين كلاعبين،
دائما احنا من ندخل الملعب نفكر بشيء واحد هو العراق، نفكر بشيء واحد انه شلون نسعد جمهورنا. احنا ما لعبنا بقطر صح، بس ما لعبنا كنا بالبصره مو حجم الجمهور اللي كان موجود، حجم الجمهور، حجم الاجواء. واحنا نشكرك على تعاملك مع الجمهور. اعتقد دائما هناك الجمهور يطلعون لقاءات ان شاء الله نكون قد حسن ظنكم كلاعبين امامنا تصفيات كاس العالم. ان شاء الله نكون قد المسؤوليه. كل اللاعبين يشكروك واتمنى لك التوفيق ان شاء الله. احنا نشكرك انت ما قصرت. انا اكيد اعتذر من عندك ان شاء الله. انه انا سهل يعني اكيد. لا والله مو سهل بس بعد. اكيد كانت فرحه يعني فرحه شوي زايده حسب ما يقولون هم بعض اكيد. بس نشكرك على الدعم المتواصل وان شاء الله جايات ان شاء الله. ان شاء الله احنا واثقين جايات افضل وثقوا بالله. كل ابناء الشعب يقدرون اللي قدمتوا شيء كبير. سلموا لي على اخوانكم اللاعبين وتنقلوا لهم ثقتنا الكبيره بهم. ان شاء الله يتجاوز كل الاخطاء ويدخل الاستحقاقات القادمه كل همه بوجود المدرب. ان شاء الله. ان شاء الله.